السلام عليكم. تعرض شيخ قبل يمني بارز لعملية اغتيال جنوب العاصمة المختطفة صنعاء يوم الأحد من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم يتبعون جماعة الحوثي. وبحسب مصادر محلية فقد تعرض الشيخ صادق أحمد صالح أبو شعر أحد مشايخ منطقة الشعر في محافظة إب لعملية اغتيال غادرة أثناء مروره بسيارته في منطقة دار سلم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين مجهولين يعتقد أنهم مرتبطون بميليشيا الحوثي أطلق وابلا من الرصاص على الشيخ أبو شعر عند نقطة أمنية تابعة للحوثيين، ما أدى إلى وفاته على الفور. يأتي هذا بعد جريمة أخرى تستهدف مشايخ القبائل، حيث قالت أمس الأحد مصادر أمنية للمشهد اليمني أن الشاب باسم أحمد ناصر نجل أحد مشايخ قبيلة حاشد وينتمي لمحافظة عمران تعرض للتعذيب والنهب في العاصمة صنعاء. وأضافت المصادر أن الجريمة تمت في إحدى المنازل في مديرية معين بالعاصمة صنعاء دون قيام الميليشيا بضبط المتهمين في الجريمة. بشكركم على حسن استماعكم.